باسمك الله يا سامع دعاء كل مضطر، من سواك انت من بالحال عالم وداري، بيدك الامر في حكم القضاء والمقدر، انت من للسماء والارض خالق وباري، انت من بالسلا والضيق تحمد وتشكر، اسالك بالرضا والعفو تخمر مساري، بعدها خطب ومازن بحرفه وعبر من مشاعر جناها الفكر في ظرف طاري. أخي المستمع الكريم، هذه التعزية مقدمة من الأخ طارق زيد عبده قعشة، تعبر عن مشاعره بعد وفاة ابن عمه وصديقه الغالي المغفور له بإذن الله تعالى محمد أحمد صالح قعشة. كما هي تعزية ورثاء من كاتب القصيدة الشاعر الأديب عبد الواحد حمود مدفع، رئيس الاتحاد العربي والجامعة الأدبية. أدى ربيع غلاب، تسجيلات يحيى العلي. باسمك الله يا سامع دعاء كل مضطر، ما سواك انت من بالحال عالم وداري، باسمك الله يا سامع دعاء كل مضطر، ما سواك انت من بالحال عالم وداري، يدك الامر في حكم القضاء والمقدر، انت من للسماء والارض خالق وباري، انت من بالسلا والضيق تحمد وتشكر، اسالك بالرضا والعفو تغمر مساري، بعدها خطب ووزن بحرفه وعبر من مشاعر جناها الفكر في طرف طاري، في فراق الذي حزن على القلب سيطر، والفلك ضاق من حولك وقدر نهاري، بعد ما سرب وهيثم فؤادي تكتر، والاسى هداني واحلى القرار انكساري، كنت لحظك تسير اصلي نجلس ونسهر، استمع له بمحاور ويسمع حواري، وثقه بيننا تتزايد اكثر واكثر، ما حدا بالثقه والعهد بايع وشاري. كان في كل ما قد هم حوله وفكر، ياخذ الشاور وانا حقه الاستشاري، عاده الضوار بحفل ابنه وللعرس قرر، اخر اولاده سبعه وكان انتظاري، احضر الحفل في ملامح حوله وجمهور، وادعم صاحب الوافق بحسب اقتداري، كان قد كل من جهز جوازه واشار، نعتمر بعد من زاحت هموم الصحاري، والاجل لا نزل ما عاد له يأخر، امر ربي ومقدوره على الكل جاري، رحمك الله يا عزي وبالخلد بشر، واسكنك جار